طيب يا بنات، هحكي لكم بقى على كورس رقم 7. وكورس رقم 7 كان لوردة فاطمة. والحقيقة أنا ما سميتهاش، مش أنا اللي حطيت الاسم ده. هي طبعا الباترون وردة زي ما انتم شايفين كده، ولكن مش أنا اللي سميتها وردة فاطمة. تمام. كورس المجاني رقم 7، ليه أنا فكرت فيه أو جت قصته إزاي أو الفكرة بتاعته إزاي. طبعا كل شنطة بقعد أفكر فيها، وكل كورس بقعد أفكر هنعمل إيه وكده. إيه حكاية كورس رقم 7 أو جت إزاي؟ أنا كنت اوريدي كنت بدأت كورس. طبعا الكورسات، أنا الكورسات الخاصة بتاعتي شغالة كورس مستوى أول، وفي كورس مستوى تاني أو كورس مستوى متقدم. فأنا كنت اوريدي بدأت فيه في شهر 3. واخر كورس اللي هو يعني اخر كورس بقى في وقتها كان كورس رقم 6 اللي حكيت على قصته المره اللي فاتت. كان 22/10 2022. بدات افكر في الكورس اللي بعده على طول في شهر 11، يعني 23 تقريبا 11، يعني ما بينهم شهر مش اكتر. يعني في شهر 3 بقى كنت بادئه اصلا الكورس اللي هو المتقدم او كورس المستوى الثاني. طبعا انا بتكلم على الكورس الخاص، كنت بداته في شهر 3. الحمد لله، الحمد لله، ده كرم من عند ربنا. التبستري مستوى اول، مستوى تاني، مستوى تالت، الحمد لله مش موجود غير عند فاطمه السعيد. فانا كنت اوريدي بدات خلاص مستوى اول في الكورسات المدفوعه، ومستوى تاني او سميناه مستوى متقدم من كتر ما الناس حبيته. كانت ريهام حبيبتي كانت هي اللي سميته مستوى متقدم. فكنت اوريدي بدات مستوى اول ومستوى تاني. تمام. في الكورسات المجانيه بقى بتاعتي اللي على القناه كنت لازم اعدل. كنت الفترة بقى اللي هي لحد من كورس مجاني رقم 1 لحد كورس رقم 6 كنت شغالة يعتبر مستوى أول، يعني ما كانش في حاجة يعني صعبة. كنت المفروض بقى أعدل ما بين الكورسات المدفوعة أو الخاصة والكورسات المجانية. طبعا الكورسات المجانية أنا بتعامل معاها على إنها يعني أنا يعني برضو بتعامل معاها على إنها مدفوعة، لأن مفيش فرق. أنا بالنسبة لي مفيش فرق. والمفروض ان انا ما اقولش كده، وده غلط ليا، ولكن لا، يعني انا حتى كمان في ناس كتير اشتغلت معايا في الكورسات المجانيه واشتغلت معايا في الكورسات الخاصه، يقولوا لي يعني انت بتشتغلي هنا زي هنا بالظبط، يعني الفرق بس ان احنا بنبقى معاكي اي وقت. ولكن انا مخليه شنط معينه هي للكورسات الخاصه. فانا عايزه اعمل معادله ما بين الكورسات المدفوعه والكورسات المجانيه. فمن هنا رحت قلت بقى لا، يبقى هنا ابتدي بقى اشتغل في كورس مستوى تاني. طبعا لما قلت كورس مستوى تاني دي كانت يعني مفاجاه لناس كتير، وبداوا كتير يتسالوا ايه المستوى التاني. في طبعا اللي كانوا داخلين اصلا معايا في الكورسات المدفوعه او الخاصه، ففي اوريدي اللي عارف وكان يعني اللي اشترك، والناس كتير جدا اشتركت معايا في المستوى التاني. فلما اعلنت في الكورس المجاني انا هبدا كورس مستوى تاني، دي كانت مفاجاه، وناس كتير قوي قوي حبت برضو الموضوع. ايه مستوى تاني ومستوى اول؟ التبستري يعني خلينا اتكلم انا بقى كفاطمه. زي ما قلت كده، التبستري ليه تكنيك معين، التبستري ليه شغل معين، والتبستري ليه مراحل. ففي مستوى اول، مستوى تاني، مستوى تالت، عندي كمان برضو ان شاء الله قريب جدا. فمراحل. ليه انا كنت دايما بقعد اقول الشغل ده غلط، الشغل ده مش عارف، بقيت اضطهد من ناس كتير ان هم زعلانين ان انا بقول ان الشغل غلط، لان انا فعلا شايفه ان في شغل غلط، انا عايزه الصح يكون موجود. آه وهو ده بقى اللي كنت بتكلم فيه وقتها. آه وبدات بقى اشتغل في كورس رقم 7. بس ده هيكون يعني انا اعلنت وقلت ده هيكون مستوى تاني للتبستر. وقد كان ما بين الكورس رقم 6، الكورس المجاني رقم 6، وما بين الكورس المجاني رقم 7 اللي هو بقى المستوى التاني كان شهر بالظبط، يعني تقريبا شهر ويوم. وقتها انا كنت ايه، يعني الباترون ده، الورده دي اصلا هي من تصميمي. الورده دي انا كنت شفتها من فتره وعجبتني قوي. تمام. لما شفت الورده دي نفذتها اول حاجه على البورتوفيه ده. اول حاجه انا نفذتها على البورتوفيه ده. تمام.
البورتوفيه ده أنا كنت اشتغلته وشرحته خلاص يعني على القناة، يعني موجود أصلًا الشرح بتاعه. ده كان بالخيط الجودي و وطلع كده حاجة كده تحفة، يعني حتى أنا ده ما باقدرش أستغنى عنه خالص، يعني ده برضه حاطاه من ضمن التحف اللي عندي على الstand، أنا ما يعني ده ما أقدرش أفرّط فيه أبدًا. آآ فلمّا عملته وشرحته عجب ناس كتير جدًا، حتى هتلاقوني أنا حاطة صورة الaccount بتاعتي وأنا ماسكة البورتوفيه ده. آآ Instagram برضه الصورة الشخصية، القناة برضه حاطة نفس الصورة وأنا ماسكة البورتوفيه ده، لإن فعلًا البورتوفيه ده أنا باحبه جدًا، جدًا. مع كمان على فكرة أنا وظّفت الألوان وكل حاجة مع نفس الجاكيت اللي أنا كنت لابساه. يعني تخيّلوا أنا رايحة أشتري أنا فاكرة في المحل بتقول: "طب أنتِ عايزة ألوان إيه؟" فأنا قُلت لها: "أنا عايزة كذا وكذا وكذا." علشان خاطر أنا عاملة حسابي إن أنا هالبس نفس الطقم على البورتوفيه اللي أنا هاعمله. لدرجة حتى الوردة أنا عندي نفس اللي أنا لابساها في الصورة. يعني لو ما حدش شاف الصورة دي هي موجودة يعني هنا على صورة على البيج هنا وعلى صفحتي الشخصية على الانستجرام وعلى القناة. ادخلوا شوفوها هتلاقوا أنا لابسة كوليه بوردات صفرا 3 وردات. برضه أنا كنت بانقي اللون، أنا قعدت أدوّر على الألوان والدرجة عشان خاطر هو ما كانش معايا ولا الكوليه ولا معايا اللبس وأنا باختار، ولكن أنا فاكراهم وقعدت أدوّر وكده. وأنا كده في المحل قُلت أنا هاعمل الوردة باللون الأصفر نفس لون الكوليه، يعني هو مقارب شوية للون للكوليه، لإن طبعًا أنتم عارفين مش بنلاقي نفس الدرجات. و والأخضر بقى ده نفس هو بقى طلع بالضبط نفس درجة الجاكيت اللي أنا لابساه. ولبست الطرحة نفس اللون البني، يعني ضبّطت كده وعملت إيه، شكل كده عجبني أوي. فأنا كنت ناوية على كده، فعلًا ده عملته شرحته على القناة. ال ال البورتوف ال آمم الباترون زي ما قُلت ده من تصميمي. وقعدت كده ورسمته وضبّطته. آآ وشرحته على القناة، يعني مش اللي هو مثلًا أنا عملت بورتوفيه لنفسي وخلاص، لأ ده أنا كمان شرحته على القناة، كان على جزئين. وبرده كان برضه هو نفس البورتوفيه مش على شنطة ولا أي حاجة. تمام. بعد بقى ما خلّصته كان خلاص بقى لمّا جيت بقى فكّرت في كورس رقم 7. أنا عايزة بقى بس أوريكم شكل البورتوفيه من جوّه. طبعًا هو فيه العلاقات دي باستعملها لمّا باكون هالبس الشنطة كتف أو كروس، بالبسها برضه كتف أو كروس، يعني مش شرط أبدًا إن أنا أمسكها كده من هنا، لأ يعني مش شرط خالص. لأ يعني باعلّق كده السلسلة من هنا ومن هنا لمّا أكون عايزة ألبس الشنطة كتف أو كروس. ووقتها كمان عملت الكنار ده علشان يدّي شكل كده بنفس الطريقة لمّا آجي أفتح البورتوفيه يدّيني شكل حلو. شرحته بالتفصيل الممل وزي ما قُلت كده على جزئين. لمّا جيت بقى أعمل أبتدي أفكّر في كورس رقم 7 زي ما قُلت كده إن أنا عايزة أعمل معادلة ما بين الخاص وما بين المجاني. ففكّرت إن أنا أشرح مستوى تاني. ففكّرت إن أنا في وردة فاطمة. وقتها ما كانتش اسمها وردة فاطمة ولا حاجة، يعني أنا شرحت ده على القناة، أنا شرحته عادي وما فيش أي مشكلة، باترون ومن تصميمي وحطيت الباترون وما فيش أي مشكلة خالص. وفي ناس نفّذت وفي ناس عجبها الموضوع. بس لمّا جيت بقى أنفّذ في كورس رقم 7 للبورتوفيه ده، وقتها أنا فاكرة كويس أوي اللي سمّته وردة فاطمة كانت مربوطة، مدام ميرفت عبد الحميد، هي اللي سمّته. يعني هي بما إن يعني الباترون من تصميمي وهي وردة وأنا كمان باحب الورد جدًا. بالمناسبة أنا طبعًا باحب الورد جدًا. ليه أنا باقول لكم حطّوا لي قلوب حمرا أو حطّوا لي ورد أحمر. ودايمًا باطلب الورد الأحمر على فكرة. في ناس بتفكّر إن أنا عشان خاطر اللي هو إيه، يعني تعليقات كتير لأ هو حلو التعليقات طبعًا بترفع والكلام ده وتوصّل لناس تانية، وده طبعًا أنا حاباه أكيد. ولكن السبب الرئيسي رقم 1 إن أنا فعلًا، فعلًا باحب الورد الأحمر أوي، لإن اللون الأحمر ده لوني المفضل. وال والورد أنا باعشقه، باحب الورد أوي، أوي. ولكن أنا ما عملتش يعني أنا عملت الوردة حمرا بس في بورتوفيهات تانية طلعت يعني أوردرات. لكن هنا أنا دول بتوعي ما كنتش نفّذت اللون الأحمر. دي كده أنا كنت شرحتها زي ما قُلت على القناة، لكن دي بتاعة كورس رقم 7 فالمفروض إن هي كانت تطلع هدية ما طلعتش. المهم إن أنا فكّرت خلاص
يعني هشرح ايه؟ انا هشرح مستوى تاني. طيب ايه المستوى التاني؟ اخترت وردة فاطمة او الباترون ده. وقتها بقى واحنا بنتكلم ونبتدي ان احنا نحضر وبعلن وكده، او تقريبا كنت بدأت، انا مش فاكرة بالظبط يعني. بس مدام ميرفت عبد الحميد حبيبة قلبي هي لقيت وردة فاطمة، ومن وقتها دايما دايما اجي اتكلم على البورتوفيه ده وردة فاطمة. اي حد يكلمني على البورتوفيه يقول وردة فاطمة، خلاص هو يتسمى بوردة فاطمة. تمام. اعلنت واشتغلنا وكان كورس حلو جدا. ولكن انا ليه بقى كمان كنت بدأت في مستوى تاني للتبستري؟ آه، مش عشان اعدل وبس، يعني اعدل ما بين الكورس الخاص وما بين الكورس المجاني، ده رقم واحد. رقم اتنين، اني كان وقتها ناس كتير بتشتغل. انا كنت بشوف هري كتير يعني، ولخبطه كتير في الشغل، وناس كتير بتشتغل، حتى القنوات، حتى البيدجات اللي بتشرح، حتى كل الشروحات للتبستري كله ديفا على فتلتين وخمس بقى 6 ألوان، وممكن واحدة توصل معاها شنطة 8 ألوان وهي ديفا على فتلتين. ده طبعا غلط يعني. الديفا نستعمله على فتلتين بس مش أكتر من 3 ألوان. الكلام ده قلته أكتر من مرة، وعملت تجارب وعملت حاجات كتير، وأثبتت إن فعلا الشغل الصح بيكون إزاي في التبستري. فقلت خلاص تمام، انا بما اني عايزه اعدل، لا احنا كمان عشان خاطر انا شايفه كمان ان الشغل فيه هري كتير وفيه لخبطه كتير، لا يبقى انا اشرح بقى التبستري الصح ونشوف الشغل الصح واوريهم الشغل الصح ازاي. وقتها بورتوفيه ورده فاطمه دي يعني مش كله طلعها كويس، ومش كله اشتغل فيها. يعني شوفوا انا كنت بقول لكم ايه الحكايات بتاعه الشنط اللي فاتت او بتاعه الكورسات المجانيه اللي فاتت. طول ما انا بحكي بقول ايه، ناس كتير اشتغلت، وناس كتير ابدعت فيها، وناس كتير طلعت شغل حلو قوي، وفي فنانات كتير كانت شغاله معايا وطلعت شغل من تحت الكورس ده حلو قوي. ولكن هنا الكلام هيكون مختلف. هنا في الكورس ده اللي هو مستوى تاني للتبستري، مش كل الناس اشتغلت فيه. لان انا هنا بقى انا كنت بشتغل بقى بطريقه صحيحه. ووقتها كان القنوات بتاعه التبستري اللي طلعت بعديه، اللي هي كانت دايما تاخد شغلي وتنسبه ليها، كان بيشتغلوا بطريقه غلط وبيعلموا الناس اللي حواليهم غلط. فالناس كلها طالعه بتتعامل بتعمل حاجه يعني هي فكران هي صح، ولكن هي مش صح. عارفين كده عاملين زي ايه؟ عارفه كده لما بيكون انت عندك ابنك صغير انت لسه بتربيه وبتكبري فيه، او بنوته صغيره بتكبري بتربي فيها، انت بتربيها على حاجات صح، فبتطلع هي عارفه الصح من الغلط. نفس الطريقه التبستري. فهنا كان شغل كتير بيطلع بطريقه غلط، وفي ناس بتبقى عارفه الصح فين. لان فاطمه السيد كانت دايما بقى تقول، انا كنت دايما اقول خلي بالكم كده غلط، خلي بالكم. لان انا لو عايزه يعني ما اقولش صح من غلط، خلاص انا مش هقول. لو عايزه شغلي هو اللي يبقى باين، خلاص مش هقول. ليه بقى؟ لان الحمد لله انا شغلي في حته تانية لوحدها. ده مش كلامي على فكره، ده كلام ناس كتير قوي حواليا. شوفوا شغلي كده يعرفوا ان ده شغل فاطمه السيد. شغلي في حته تانية لوحدها، شغلي مميز. الناس كلها هي برضو اللي بتقول كده، مش انا اللي بقول كده على نفسي. ولكن انا برضو ما بقتش باصه، لا يعني انا طب ما انا واحده تانية اقول ايه، طب خلاص انا مش هقول ان ده صح ولا غلط، وخليني انا اللي شغلي مميز، انا اللي باينه، انا اللي شغلي الشنطه بتاعتي بتنطق بتتكلم بتقول انا شنطه. فاللي هو لا انا مش عايزه كده. انا عايزه الناس كلها فعلا تتعلم حاجه صح. ليه؟ لان انا عايزه ادي صح. انا اصل انا هضحك على نفسي ولا هضحك على ربنا؟ انا بشرح حاجه فابقى امينه في اللي انا بقوله، لاني انا هتحاسب على كل كلمه. فبدات في الوقت ده ان يا جماعه غلط، يا جماعه صح مش صح كده، يا جماعه ما ينفعش الاليزا الاليزا اللي هو دلوقتي غلا اللي محدش قادر يجيبه. الاليزا دلوقتي. المهم كانوا بيستعملوا بكتره. تخيلوا، تصدقوا بقى ممكن يكون سبب، انا دايما دايما انا باخد بالاسباب. تخيلوا ممكن يكون غلو اليزا ديفا ممكن تخلي الناس تمشي على الصراط المستقيم وتشتغل صح وتطلع الهاند ميد صح. ليه؟ لان بدل ما هتجيب يعني من كل لون شلتين عشان تشتغل على فتلتين، لا هتجيب شله واحده. المهم ان وقتها بقى كنت بقول وكده، فمفيش يعني. فهنا الناس كانت بتشتغل يعني ورا الكلام الغلط، ورا الطريقه الغلط.
فتعودت، يعني حتى زي ما بقول لكم كده اللي عارفين الصح برضو مش عايزين يشتغلوا صح. ليه؟ لانهم خلاص هم شايفين الشنطه بتكبر معاهم، ممكن واحده في اسبوع تخلص شنطه تبستري. ازاي؟ ما تسالنيش. يعني اللي هو خلاص هي بتنفذ شنطه 5 6 الوان، كل لون على فتلتين. طبعا في ناس بتحط كمان داعم، تخيلوا الغرزه بتطلع قد كده، فشنطه بتكبر معاكي، مش مهم الرسمه تطلع صح تطلع غلط، خلاص هم كده عملوا شنطه تبستري. ومن شنطه للتانيه. فالموضوع كان صعب قوي وقتها، فالموضوع كان بيستفزني قوي. يا جماعه اشتغلوا صح يا جماعه. فلما بدات المستوى التاني ما حدش عرف ينفذ، ما حدش عرف ينفذ. شرحت بالتفصيل. في ناس على فكره اشتغلت معايا، مش ما اشتغلوش، لا في ناس اشتغلت معايا طلعت، بس مش بكم العدد الكبير اللي كان كل كورس الناس بتشتغل ورايا. كل كورس كان بيبقى فيه عدد كبير، بطلع باسامي كتير لدرجه ممكن اخليه لايفين، عشان خاطر لايف المتابعه ده اخليه على مرتين في الاسبوع مش مره واحده، من كتر الاسامي اللي معايا. لا ناس كتير جدا. لكن مستوى تاني لا، يعني حتى الكورسات التانية كانوا بيبدعوا في الألوانات وبيبدعوا، كانوا بصوا كانوا مخليني أنبهر كده بالألوانات وبالشغل. لكن مستوى تاني لا، يعني في وردة فاطمة لا، ما كانش في ناس كتير شغالة ورايا، واللي نفذ ايه يعني حاجات كده بسيطة، يعني مش كتير. كان في متابعة وكان في كورس شغال وكان في كل حاجة الحمد لله، أنا كل كورس بشتغل. ولكن هنا لا، يعني كان العدد كان قليل مش زي كل مرة. الشغل كان صعب على معظم الناس. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. لان اللي انا عايزه اقوله ان خلي بالكم، آه، المستوى الاول لما تيجي تشتغليه، او لسه انت في بدايه التبسم ولسه بتشتغلي، انت هتلاقي نفسك في البدايه انت لسه بتتعلمي حاجه، ايدك لسه مش ماشيه فيها. تمام؟ خلاص اتعلمتي البدايه وتمكنتي من الشغل، تعالي بقى اشتغلي مستوى تاني. طبعا انا بتكلم الكلام ده اللي هو مع فاطمه السيد فقط، مش موجود في حته تانية خالص. لما تشتغلي مستوى تاني انت هتلاقي نفسك كانك اول مره بتشتغلي، هي كده. فلما اشتغلوا معايا في المستوى التاني في المجاني، لا هم برضو الموضوع صعب عليهم. نشتغل بفتله واحده، بنشتغل 5 الوان، ولكن فتله واحده معاهم كمان داعم. فالداعم كانت حاجه جديده في الموضوع. فلا الموضوع كان صعب. آه، هنا بقى انا كنت مبسوطه بحاجه جميله قوي 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 انا كنت بتكلم فيها. كنت دايما اتكلم على الناس اللي كانت يعني بتشرح غلط وتدي معلومات غلط في التبستري، واقول يا جماعه ما تسمعوش، يا جماعه في حاجه غلط، يا جماعه ده كده ده الصح. وبقيت يعني اهاتي كتير في الموضوع. هنا اثبتت لنفسي سوري مش لنفسي، اثبتت للناس اللي شغاله معايا، واثبتت صحه كلامي اني انا بشتغل صح. اثبت كل القنوات اللي هي عماله تاخد كلام فاطمه وتحطه عندها، وتاخد الكورسات المجانيه وتثبته لنفسها التعب والمجهود لنفسها، ويشوفوا انا بشرح ايه ويفضلوا يشرحوا. اثبتت للناس كلها ان هم فعلا بيشتغلوا بكم الالوان دي علشان هم مش عارفين يشتغلوا، مش عارفين يشتغلوا. مفيش ولا قناه كانت بتشتغل تشرح حاجه بفتله واحده، كله على فتلتين. ما هو هري وخلاص. كله على فتلتين. تلاقي الناس يعني تلاقي الواحده من دول 6 الوان 5 الوان وكلها ديبه على فتلتين ومعاهم داعم كمان. لا يعني كان في هري كتير بيحصل، وكان في شغل كتير خطا كان بيحصل. وانا كنت دايما دايما حريصه على ان اقول الصح، وعلى ان اقول يا جماعه ده صح وده غلط. ففي الوقت ده آه، الناس اللي شافت المستوى التاني او الكورس المجاني المستوى التاني رقم 7، هنا شافوا ان لا فعلا فاطمه بتشتغل صح. فعلا هو ده اللي اسمه تبستري. فعلا في مستويات في الشغل. فعلا لقيت فعلا مفيش حد اصلا. يعني انتوا فاكرين لما كنت بحكي من اول شنطه للكورس المجاني كنت بحكي بقول ايه؟ بقول بعد كل كورس الاقي ياخدوا الشغل بتاعي وينسبوه لنفسهم، ياخدوا الشغل بتاعي وينسبوه لنفسهم. وده سبب ان انا طالعه طبعا في سلسله لكل شنطه حكايه، من كتر ما انا عايزه اثبت للناس واعرف الناس كلها ان ده شغلي وده مجهودي. ولكن كورس المستوى الثاني رقم 7 محدش ابدا اخد مجهودي ونسبه لنفسه فيها. يعني كورس رقم 7 وردة فاطمة محدش ابدا
نسب حاجة لنفسه، ما قدروش يعملوا كده. عارفين ليه ما قدروش؟ لأن هم مش عارفين يشتغلوا. فتلة واحدة دي صعبة على أي حد يشتغلها، فبالتالي هم أثبتوا لنفسهم، وهم عارفين، ولكن فاطمة أثبتت لهم إن هم فعلا بيشتغلوا غلط. مفيش ولا واحدة من اللي كانت بتاخد مجهودي وتنسبه لنفسها في كل كورس قدرت تعمل وردة فاطمة وتنسب مجهود لنفسها، لأن بمنتهى البساطة ما عرفوش يشتغلوا بفتلة واحدة. فدي طبعا حاجة بسطتني قوي وقتها، إن أنا عملت حاجة. أولا إن أنا زي ما اشتغلت في الكورسات الخاصة أو الكورسات المدفوعة مستوى أول ومستوى تاني، لا أنا كمان في الكورسات المجانية إن أنا أشتغل مستوى أول ومستوى تاني. ليه؟ علشان ما خليش مثلا يعني أجبر حد إن هو يدخل معايا. يعني أنا مش شارحة المستوى التاني على القناة، بس أنا في كورساتي الخاصة عندي مستوى تاني وهيكون إن شاء الله في مستوى تالت. طيب أنا كده بجبر أي حد هو عاوز يدخل مستوى تاني فيدخل الكورسات الخاصة أو الكورسات المدفوعة؟ لا طبعا، أنا مش عايزة أعمل كده. فكنت مبسوطة قوي قوي لما اشتغلت المستوى التاني في كورس رقم 7. كنت مبسوطة جدا، حسيت ان انا فعلا عملت حاجة صح. حتى بدأوا كذا حد ياخد باله، وانا فاكرة كويس قوي هبة الله حامد، انا فاكراها، حطت بوست جميل وقتها وقالت يعني ما معناه يعني ان انا ذوق واخلاق وبراعي ربنا، وان انا يعني عندي ميزان العدل، ان انا زي ما يعني ما بشرح هنا حاجه فانا بشرح برضو في المجاني نفس الحاجه. انا كنت بعمل ده وانا مش واخده بالي ولا حتى اعلنت عنه. يعني انا لما جيت بدات في كورس رقم 7 اللي هو المستوى التاني ما قلتش كده، يعني ما قلتش ان انا ايه اصلي عشان انا اشتغلت في الكورسات الخاصه مستوى تاني فانا هنا، لا ما قلتش، انا ما قلتش كده. انا بشتغل وبس، يعني اللي هو ايه، ما يعني الحته دي انا ما اتكلمتش فيها، بس من جوايا انا عامله حسابها. ولكن لما الجميل بقى اللي قدامك بيبقى واخد باله وبيبقى شايف وعارف اني يعني فاطمه بتعمل كده عشان هي فعلا زي يعني بتراعي ربنا زي ما بتعمل في الكورسات الخاصه، لا هي برضو في الكورسات المجانيه عايزه تديها حقها. فكنت مبسوطه قوي من الناس اللي حواليا. عايزه اقول برضو اني حاليا بقى، حاليا دي حاجه بصراحه يعني يعني برضو بتزعلني. ليه بتزعلني؟ البورتوفيه ده من تصميمي، يعني الباترون من تصميمي، ومش انا اللي سميتها ورده فاطمه، بس خلاص هي انطلق عليها ورده فاطمه، وهي ما هي اكيد يعني خلاص هي تصميمي يبقى وردتي ما هي الورده بتاعتي، انا اللي عاملاها، الاعداد بتاعتها وشغلها كله بتاعي. فازعل قوي لما الاقي فيما بعد بقى الناس اللي هي اشتغلت من الكورسات الخاصه بتاعتي وكورسات سوري المجانيه بتاعتي. ناس كتير اشتغلت من الكورسات المجانيه واستفادت وبتعمل شغل حلو مش ما بتعملش. الاقي بقى في البورتوفيه ده بالذات اتعمل واتكتب عليه وردتي، وردة فلانة، وردة مش عارفة ايه. فده كان بصراحة يعني بيضايقني. اوقات بشوفه، اوقات في ناس بتقول لي فليه ليه تعملي حاجة هي مش بتاعتك وتنسبيها برضو لنفسك؟ انتوا فاهمين الفكرة؟ يعني لما بدأت بقى تتعمل طبعا من ناس برضو تانية بتنفذ من ورا القناة وفاتحة بيدجات وفاتحة جروبات وكده، نفذي بس ما تنسبيش. يعني دي وردة فاطمة. حتى بعدها لما حصل كده وشفت كده واتضايقني، طلعت في لايف وقلت يعني دي وردة فاطمة، يعني دي مش وردة حد ولا تتسمى ولا تتنسب لحد دي وردتي أنا. فبعد كورس رقم 7 كنت مبسوطة جدا. أكتر كورس من الكورسات اللي قبلها كلها فعلا كنت طالعه منه مبسوطه وحاسه ان انا فخوره قوي بنفسي وفخوره بالعمل اللي انا بعمله. ليه؟ لاني اشتغلت حاجه صح. وريت الناس الشغل الصح المفروض يكون ازاي. اثبتت الناس كتير هم مش عارفين يشتغلوا، هم بس كانوا بيقلدوا وبس بيدوا معلومات غلط للي حواليهم. وزي ما قلت لكم كده اكبر دليل على اني فعلا محدش يعني من القنوات، طبعا بتكلم على قنوات اللي طلعت بعديه وبدات تنسب اي حاجه انا بعملها في التبادل لنفسها، في الكورس ده بالذات
محدش قدر ينسب حاجة لنفسه. يعني انتوا عارفين كان كل كورس لازم يا يتكتب مكتوب، ورشة مكتوبة، يا إما يتشرح على القنوات بتاعته، ولكن ده لأ، لأن محدش قدر يعني ينسب لأن هم مش عارفين، يعني مش عارفين يشتغلوا بفتلة واحدة. الفتلة الواحدة دي من أكتر الحاجات اللي أنا بحبها قوي. يعني المستوى التاني في التبستري ده أنا بحبه جدا، فعلا بيطلع شغل صح، فعلا بيطلع يعني الشغل على فتلتين غير الفتلة الواحدة. ففي ناس كتير كان مختلط عليها الأمر وما زال على فكرة، ولكن في الآخر الشغل الصح هو بيبان هو صح. يعني هو مهما انتي تشتغلي ومهما تكوني انتي بتعملي ومقتنعة، انتي بتشتغلي ومقتنعة ان هو صح، لكن هو مش صح، الشغل بيبان في الآخر. يعني انتي بقى مهما تعملي مجهود، انتي في الآخر المشروع اللي انتي عملتيه وحطته لنا بقى في الآخر على السوشيال ميديا، في الآخر بقى بيبان بقى الشغل إذا كان هو فعلا صح، إذا كان هو غلط، الشغل هو اللي بيتكلم. ف دي حكايتي مع كورس رقم 7. حكاية مش كبيرة، ولكن فخورة بيها جدا ومبسوطة بيها جدا و... وسعيدة سعيدة جدا ان انا عملت حاجة زي كده على القناة. عايزة اقول على حاجة برضو، آه، المسميات اللي هي بتاعة مستوى اول، مستوى تاني، مستوى تالت، عايزة اذكرهم لان هم ساعدوني في كده. ساعدوني في كده في ايه؟ في المسميات، لان انا كنت بشتغل وبرضو مش واخدة بالي. كنت قلت اني قبل كده يعني، وانا وما زال انا ماليش في السوشيال ميديا قوي. يعني اطلع اللايفات، مش عارفه انزل شغل. في ناس كتير شايفاني انا موجوده على السوشيال ميديا كتير، على صفحاتي موجوده كل يوم دايما. في ناس مفكره ان انا يعني انا فاهمه فيها قوي. لا على فكره، تظبيط شغلي والحاجات دي كلها برضو انا يعني آه انا اللي بعملها. ولكن مثلا زي ما قلت كده، مستوى اول، مستوى تاني، مستوى تالت، انا ما جاتنيش الفكره ان انا اقولها على فكره خالص، ولا واخده بالي منها. اللي اخدت منها يعني اخد بالها منها يعني هم 3، وقالوا لي لا انت لازم تسمي المسميات دي، وانت لازم على فكره انت يعني ازاي انت كورساتك مش عارفه ايه. كانت حنة سمير من متابعيني ومن حبايبي، حنة سمير الجميله اللي انا بحبها جدا. يعني قالت لي لا يعني انت ده مستوى تاني ومستوى تالت. شيرين، شيرين برضو من متابعيني ومن من حبايبي، كل اللي بذكرهم من حبايبي والله. كانت شيرين برضو هي قالت لي لا المستوى الثالث هو اللي احنا هنعمله او اللي انت هتعمليه. في كمان ريهام العناني، ريهام جميلة انا بحبها برضو، كانت برضو اتكلمت معايا في الموضوع ده لما اعلنت عن الكورس اللي هو المستوى الثاني في الكورس الخاص المدفوع. لقيتها دخلت لي وكلمتني اول ما شافتني ان انا اعلنت على الكورس وشافت الشنطه وشافت ان انا بعلن على ميعاد الكورس. قالت لي يا بنتي مستوى تاني ايه؟ ده مستوى متقدم، ده ايه الجمال ده وايه الفخامه دي، وقعدت تشكر قوي في الشغل. فطبعا عشان انا ما بحبش ان انا يعني انكر يعني اي حق لاي حد، ففعلا الثلاثه دول هم اللي ساعدوني في المستوى الاول، المستوى الثاني، المستوى الثالث في المسميات. يعني هم دول اللي ساعدوني في المسميات. حنا سمير، شيرين زكي، ريهام العميني، الثلاثه دول فعلا فعلا هم يعني لا لازم يكون في مستوى اول، مستوى تاني، والمسميات دي انا ما كنتش واخده بالي منها والله، هم اللي نبهوني. فدي حكايتي مع كورس رقم 7. حكايه مش كبيره زي ما قلت، ولكن زي ما قلت كده انا فعلا مبسوطه وسعيده وفرحانه قوي. حتى كمان انا طالعه اتكلم عنها وانا مبسوطه. مش هتكلم، ملهاش قصه كبيره، ولكن اللي هو مبسوطه قوي ان انا طالعه اتكلم عن ورده فاطمه، وان انا يعني فضلت احكي على الشنط بتاعتي بتاعت الكورسات المجانيه لحد ما وصلت لبورتفيه ورده فاطمه، او كورس رقم 7.